هلو يا أصحاب. بيبتدي مسلسلنا في مستشفى للأمراض العقلية، بنشوف فيها كل أنواع الأمراض النفسية، وفي وسطهم بطلنا موتشين، ويعتبر أخطر مريض في المستشفى دي، لدرجة إنهم مكلبشينه بطريقة صعبة جدا، وده لأنه بتجيله حالة عصبية ونوبة هستيرية بتخليه يخلص على كل اللي قدامه، وده بسبب إنه شاف حبيبته وهي بتموت قدامه بأبشع طريقة في الحياة. انهار عقليا وجسديا، عقله بقى عبارة عن هلوسة وسيناريوهات مرعبة لليوم المشؤوم، وأكيد هنعرف أحداثه بعدين، فخليكم متابعين وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. المهم إنه النهاردة يوم غير أي يوم. النهاردة الدكاترة هيعملوا له اختبار ويشوفوا هو بقى كويس وعقله رجعله ولا لسه مجنون وعقله طاير في سما الحب المظلمة السوداء. الدكتور بدأ الأسئلة: اسمك إيه؟ شياو موتشين، الدكتور العام في مستشفى ديلو. فالدكتور قال له: أيوة سمعت عنك كتير، ولولا الحادثة اللي حصلت قبل 4 سنين كنت هتترقى لمكانة كويسة. فابتسم بكل هدوء: ما بلاش نتكلم في الماضي يا دكتور، ده الماضي ده كان كله جراح. شياو موتشين، انت لسه بتسمع صوت حبيبتك او بتشوفها حواليك؟ فسكت شوية وقال لهم: لا، ما عدتش بشوفها ولا حتى بسمعها. لكنه بيكذب، صدى صوت حبيبته رن في ودانه: كذاب، انت سامعني. حاول يتمالك أعصابه ودموعه ويكمل تمثيل على الدكاترة اللي سألوه السؤال الأصعب: يعني لو اتكلمنا عن اللي حصل لحبيبتك والجريمة مش هتتعصب ولا تتخنق؟ فابتسم بهدوء وعينه مطفية: لا خلاص، اتعودت على الفراق ورضيت بالواقع. فالدكتور بدأ يتكلم عن جيني، إنه في مساء يوم 18 يوليو 2022 تم العثور على جيني متوفية وفي حالة فوضى تامة، جروح خطيرة في الجزء السفلي وكدمات كتير لا تعد ولا تحصى. والبوليس حقق لأيام طويلة في الحادثة دي وما لقوش أي أدلة، فاعتبروا اللي حصل ده وفاة غير مقصودة. يعني هي كانت ماشية عادي وفجأة وقعت على وشها، اتعورت وماتت؟ ده حتى الشرطة المدرسية لو حققوا في الجريمة هيلاقوا أدلة كتير عن كده. المهم إن الدكتور قاعد يسرد الأحداث دي كلها وموتشين بيحاول يمسك أعصابه. الشريط بيلف في دماغه كأنه قاعد بيتفرج على الجريمة لايف مرة تانية. أصوات الضحك المرعبة والصفارة المزعجة داخل عقله ودقات قلبه بتزيد مع كل حرف. موتشين كان بيعاني بس مضطر يكمل التمثيلية دي علشان يخرج من هنا، ونجح بالفعل. الدكاترة سمحوا له بالخروج، وكبير الخدم العم جيانج واقف مستنيه علشان ياخدوا البيت. وهم في العربية العم جيانج قال له: جبت لك دعوة الفرح اللي انت طلبتها يا ريس. وبدأ ينصحه: خلي بالك يا ابني، انت لسه ما خفتش، انا عارف، والمرض ده صعب، الهلوسة دي مش حاجة سهلة، ده كأن الشبح بيلبس جسمك وتبقوا اتنين في واحد. وموشين قاعد غرقان بأفكاره، وفجأة ايدين جيني حاطته بكل هدوء وصوته اندمج بصوتها وحركاته زي حركاتها كأنهم شخص واحد فعلا، لأن جيني مجرد وهم شبح داخل عقله. وفي اللحظة دي موشين افتكر شكل المجرمين الحثالة وقرر يوريهم الويل ويطربق الدنيا على دماغهم. هيبدأ بواحد واحد بالتدريج وبطريقته الخاصة. وفي اليوم التاني الناس كلها حضرت حفل زفاف القرن لأفخم عائلتين في الصين، حفل زفاف وريث عيلة وي السيد زينيو وبنت مجموعة باي الآنسة جيزي. كانوا مبسوطين هما بيطلوا بالأبيض، وعين الصقر الجارح بيبص عليهم وبيفتكر نظراتهم الخبيثة وضحكاتهم المقززة. نفسه يقوم يجيب زمارة رقبتهم بس مش وقته، كل حاجة في وقتها بتحلى. بيطبخ الانتقام على نار هادية، وبدأ العد التنازلي لمفاجأة الحفلة اللي عاملها الحرابيق دول. وأول ما العد التنازلي خلص نزل صاحبهم من السقف ملفوف لفة هدايا وواضح إنه واكل علقة موت. الناس اترعبوا وصوتوا وخرجوا بره بسرعة، والسكر بتاعنا قاعد بيشرب نخب المفاجأة دي، جاب لهم هدية فرح مش هينسوها طول عمرهم. والحربوقة التالتة قربت من العروسين: معقولة جيني رجعت تنتقم مننا على اللي عملنا فيها زمان؟ فجيزي ضربتها: بطلت جلام بقى، مفيش الكلام ده، أكيد في حد بيحاول يتلاعب بينا. وزينيو زعق لمراته: انت السبب، حقدك وغيرتك هما اللي وصلونا لكده. وموشين قاعد حاسس بجيني جنبه مبسوطة بعمايله دي، وفغمض عينه علشان يحس بلمساتها الدافية على وشه، وقال لها: لو كنت عايشة كنت عملتلك فرح أكبر وأفخم من ده.
فحضنته بكل حب. مش مهم يا روحي، حتى لو من غير فرح هنفضل مع بعض للأبد. ونرجع فلاش باك قبل 4 سنين. موشين كان عايش أحلى وأسعد أيام حياته مع حبيبة روحه اللي كانت بتجهز له كيكة علشان تعمل له مفاجأة. اوعى تبص، خليك عاقل واستنى المفاجأة بكرة، قشطة؟ فابتسم وحاول يغض بصره علشان ما يشوفش المفاجأة ويسيبها تعمل اللي هي عايزاه. وبنشوفه جايب خاتم حلو وبسيط لأنه ناوي يتقدم لها. وفي اليوم التاني كانوا متفقين إنهم هيخرجوا في رحلة للتخييم، وهي سبقته علشان عاملة له مفاجأة. ولما وصل فكرها قاعدة في الخيمة مستنياه، لكن لما قرب ملقاهاش وحاول يتصل عليها. وفي اللحظة دي جيني كانت بتعيش أسوأ لحظات حياتها. جيزي الحقودة الغيورة هي وشلتها المقرفين كانوا قاعدين يتنمروا على بطلتنا المسكينة وحاصرينها بطريقة بشعة وماسكين دور كل واحد يتمتع بيها شوية. حدفوها بالكيكة اللي هي عملتها لحبيبها، والحربوقة جيزي لقت الخاتم لأن بطلتنا كانت ناوية تعرض الجواز على حبيبها موتشين وتكسر العادات والتقاليد، بس يا ريتها ما كسرتها. فبدأوا يضحكوا عليها أكتر وحطوا الخاتم في لا مؤاخذة يعني حصلتها، وهنا مقصودش الحصالة. وموشين دخل المشتى اللي دور عليها، فشاف شلة الشياطين دي خارجين وبيتكلموا بكلام غريب. شفتيها وهي كانت بتحاول تهرب ازاي؟ غبية قوي. يا بخته اللي هياخدها، بس يا خسارة ما عادش هيعرف ياخدها. ولما وصل شاف فردة جزمتها على الأرض فاستغرب وقلبه بدأ يدق بسرعة، وكل ما يقرب خطوة يخاف أكتر لحد ما شاف أسوأ مشهد في حياته. حبيبة روحه ملفوفة لفة هدايا ومودعة الحياة بأبشع طريقة. قلبه ما استحملش وشالها وخرج بره البيت المشؤوم ده وانهار من العياط، وحلف انه مش هيخلي اللي حصل ده يعدي بالساهل، هينتقم منهم ويخليهم يتمنوا الموت وما يطلقوش. ونرجع للحاضر تاني. بطلنا أنفاسه اتقطعت من الذكريات المؤلمة دي، كل ما يفتكر نار انتقامه بتزيد. ولما جيانج دخل عليه، كان عندك حق يا ريس، الشياطين دول نقلوا صاحبهم للمستشفى بتاعنا. بص نظرة الشر اللي في عينه، قسم بالله تخوف. بعدها بطلنا راح المستشفى، كان بيعالج كاي أول الأشخاص اللي اعتدوا على حبيبته. والحربوقة أمينة عايزة تدخل وتطمن عليه لكن الممرضات منعوها. وموشين خرج وقال لها معلش يا آنسة، ما ينفعش نصحي المريض بالعافية لأن إصابته كانت قوية جدا وهو لازم يستريح. بس الحربوقة كانت مغرورة جدا، ده مستشفى عيلة باي، كل مليم بتاخدوه بفضلنا احنا، فلازم تسمع كلامي ولما أخليهم يرموك بره. فابتسم لأن اللي قاله ده جزء من الخطة، وانتي علشان صاحبة جاي زي مفكرة عيلة باي كلها تحت أمرك. بص للممرضة وقال لها ادخلي جهزي الحقنة، وقال للحربوقة تمام هعمل اللي انتي عايزاه. دخلوا وقبل ما يدي الحقنة لكاي ايدين جيني مسكته. ما تقتلهوش يا روحي، خليك حذر، مش عايزة اخسرك. فاداله الحقنة اللي فوقته وسمح للحربوقة تدخل وتسأله مين عمل فيك كده. وكاي افتكر انه كان ماشي وخد خبطة على دماغه وبدأ يفقد وعيه، مش فاكر غير تشويش ملامح الشخص اللي ضربه كانت مقربة الدكتور اللي جنبهم. بس فجأة فطس ووقت الحقنة خلص. قال لها وقتك خلص يا آنسة، سيب المريض يستريح. فطلبت منه يستخدم الحقنة مرة تانية لأنها عايزة تتكلم معاه لكنه رفض. آسف يا آنسة، ما ينفعش، لو استخدمتها تاني المريض هيودع الحياة. ورجع مكتبه وخيال جيني قرب منه. انت أنقذت كاي ليه؟ فحضنها بكل حب بيحاول يمسكها ويدفنها جوه ضلوعه بكل قوته كأنها جسم حقيقي. أنا ما أنقذتش حياته علشان سواد عيونه، أنا أنقذته علشان هزرع بذور الشك والخوف جواهم وأقلبهم ضد بعض، أخليهم يقتلوا بعض من غير أي تدخل مننا. فابتسمت بكل حب وهو كان بيحضن الفراغ وبيقول لها بحبك. وجيزي جت المستشفى علشان تشوف تسجيل الكاميرات وتعرف مين اللي أذى صاحبهم، بس لقت كل التسجيلات مشفرة. فضربت مينا غبية. أنا كده استفدت إيه؟ بس الفيديوهات كانت موجودة والله، ده أنا مرضتش أفتحها قبلك. انتي واحدة غبية ملكيش لازمة، ده أنا لو جبت كلب بلدي هيبحث عن الأدلة عنك. ولسه رايحة تضربها الكف التاني موشين جه في وقته والحقها. معلش يا مدام، ده مستشفى محترم، ما ينفعش تعملي كده. فبصت له باستغراب ووشك ده مش غريب عليا، هو احنا اتقابلنا قبل كده؟ فالممرضة قالت لها يمكن قابلتيه في ممرات المستشفى لأن الدكتور موشين بيكون مدير المستشفى بتاعنا الجديد وأحلى دكتور والله.
فابتسمت ابتسامتها المسمومة. طب حلو قوي، هستنى تقريرك عن حالة كاي، ويا ريت تعرف مين اللي عمل فيه كده. وسابتهم ومشيت. وموشين استغل ضعف مينا واحتياجها للحب والحنان والدفء وقرب منها، وبلمسة حنينة دابت في عينه وملامحه. فقال لها خدك ورم جدا، لازم حد يعالجه، وقال لها هيبقى عندك نزيف تحت الجلد. فخافت لكنه طمنها، أنا هعالجك بنفسي. وراحت مع الممرضة. بقولك، ما تحكيلي كده اللي تعرفيه عن الدكتور ده. والله يا أنسة، اللي نعرفه إنه مليونير ومن عيلة كلها أغنياء. ده العميد بنفسه هو اللي عينه مدير للمستشفى دي، لأن مفيش منه اتنين في الصين كلها. دكتور دكتور يعني، شاطر على الآخر. وطبعا مينا مش هتضيع فرصة زي دي من ايديها. حاولت تتسهوك علشان تلفت انتباهه. دكتور مشين، انت بتساعدني ليه؟ وهو شايف روح جيني غيرانة منها وبتبصلهم بكل هدوء لأن جميلة، والغبية اتكسفت طبعا. فقرب منها وبدأ يتكلم معاها ويشتتها علشان يخدرها. ومينا نامت بسبب المخدر اللي خدته. وروح جيني قربت منه، غبية قوي، بس شكلها حلو وهي نايمة، عاملة زي السمكة اللي محتاجة تتقطع ولا ايه. فنظرتها اتغيرت وأمرته يقطعها. الصوت بدأ يتردد في ودانه، قطعها قطعها قطعها. بدأ يسمع ضحكة مينا في اليوم المشؤوم وصراخ حبيبته، ونزل فيها ضرب بطريقة عشوائية. لكن فجأة الممرضة دخلت، وطلع كل ده مجرد وهم في خياله، ما عملهاش حاجة. وقال للممرضة خدي كملي انتي بدالي، أنا هرجع البيت. بينما في مكان تاني جوه قصر زينيو، اللي ضرب مراته الحربوقة لأنها لسه مش قادرة تلاقي الشخص اللي خرب لهم الفرح. أرجوك اديني فرصة تانية، صدقني هلاقيه المرة دي. قدامك 3 أيام، لو ما جبتيش أخبار كويسة هعمل مؤتمر صحفي وأقول للعالم كله إننا هنطلق. وسابها ومشي. وهي حاولت تتصل على موشين لأنه وعدها إنه هيجيب لها الأدلة، لكنه ما ردش عليها، مش لأنه مش عايز يرد، لا خالص، ده علشان العرسة مينا بتحاول تغويه تتكلم معاه. وشافت مكالمة جيزي وكنسلت عليها علشان ما تقطعش عليهم. فقربت منه أكتر وقالت له بصراحة، بقولك إيه يا دكتور، ما تيجي نحط زيتنا في دقيقنا ونعمل كيكة. فابتسم لها، أيوة طبعا، ونزينها بحبنا. وهي كانت دايبة في دباديبه لحد ما أغمى عليها، مش من سحر عينه وحلاوتها، لأ ده علشان موشين كان مالي إيده مخدر. مجرد ما حطها على وشها داخت وأغمى عليها. وكان شايف جيني الغيورة بتقرب منه، حاولت توصل له مشاعرها علشان ما يبصش لواحدة تانية غيرها، وهو كان مستسلم للخيال ده. وقال لها أنا مش هبص لواحدة تانية غيرك، دي كلها خطة وانتي لازم تستحملي، لأني هخليها تعيسة وحياتها بائسة، وانتي اشمتي فيها براحتك، المهم انك تتبسطي باللي هعمله. فضحكت له بكل حب. وبالليل مينا راحت تقابل حد معرفة كده، وقبل ما تحضنه سلمها لجيزي اللي جابتها من شعرها. بتتهربي مني ومش بتردي عليا، مفكرة مش هعرف اوصلك. وبصت على شنطة هيرمس اللي في ايديها، واضح انك لقيتي شخص جديد تستغليه وتعيشي على جيبه. وضربتها مرة تانية، ده حتة دكتور معفن، اقدر انهي مستقبله كله باشارة واحدة مني. مفكرة ان الحربوقة دخلت في علاقة مع موشين وبقى بيصرف عليها، وهو كده فعلا. موشين ذكي ودخلها من ثغراتها. فمينا ابتسمت، انتي ما تعرفيهوش كويس، ده اقوى من زينيو بتاعك ده، والاهم من كده انه بيحبني، ووعدني انه هيتجوزني لانه غني، وهعيش اغنى منك مش زيك. زينيو واقفلك على غلطة وهيطلقك قريب. وفضلوا يتخانقوا مع بعض. فالحربوقة قالت لها، ويا ترى بقى حبيبك الجديد عارف ان حبيبته مجرمة وايديها مليانة دم؟ فافتكرت لما اعتدوا على جيني المسكينة، والقذرة دي هي اللي خدت خاتم الفرح بتاعها وحطته في لا مؤاخذة حصلتها. يا حبيبتي فوقي، انتي كلبة تحت رجلي، كل سيديهاتك معايا، فما تنسيش نفسك. وهي نازلة مينا سبقتها وكانت عايزة تخبطها بالعربية، لكن الحربوقة بعدت بسرعة ومينا دخلت في الحيطة. يا غبية، عايزة تموتيني علشان واحد بيستغلك؟ على الأقل هو بيعاملني كويس، مش معاملة الكلاب اللي انتي بتعامليهاني. حصل يا روحي، لأن هو رحيم بالكلاب هيعاملك معاملة أوسخ منهم. وواحد من رجالة الحربوقة جاب لها ملف ومشين. وبعد شوية بطلنا دخل الأوضة، لقى الحربوقة قاعدة مستنياه. مدام جيزي شكلها تاهت، دي أوضة الملفات مش الإسعافات. فابتسمت بكل خباثة،
بس انت الوحيد اللي هتقدر تساعدني. جاية في حجة الإصابة اللي في رجليها. فطلع العدة بتاعته علشان يعقم لها الجرح وطهور من قدامه، بس هو لو بإيده هيرش على جرحها ليمون وخل وملح، بس ده مش وقته. فقالت له: دكتور موشين، سمعت إنك كنت بتعاني من ثنائي القطب وكنت بتتعالج في مستشفى الأمراض العقلية لسنين طويلة، وبعدها جاتلك دكتورة مخصوص علشان تتابع حالتك. فاتصدم ودماغه بدأت ترجع بالأحداث لورا قبل 6 سنين لما كان في المستشفى. دخل في نوبة هلع وهستيريا جامدة جدا علشان الكل بيعاملوا معاملة المجانين. هو فضل يصرخ فيهم: أنا مش مجنون. بس فجأة في دكتورة حضنته: اهدى يا موشين، اهدى خالص، أنا معاك. فوقف قدامها وهو متعصب: أنا هخلص عليكم كلكم، بس أنا عارفة إنك طيب ومش هتأذيني ولا هتأذي حد غيري. انت بتعمل كده علشان تحمي نفسك، بس صدقني اللي بتعمله ده غلط. أنا دكتورتك الجديدة، مش هسمح لحد يقرب منك. اسمي جيني، هكون معاك من النهاردة وهحميك منهم. فعيط أكتر ودموعه نزلت. أول مرة حد يعامله بطريقة إنسانية مليانة دفء وحنية. فحضنته وهو انهار بين إيديها، أول مرة يحس بالأمان. ونرجع للحاضر تاني. الحربوقة قالت له: أنت كنت مريض عند جيني، مش كده؟ أيوة، الدكتورة جيني عالجتني من مرض ثنائي القطب واحتوتني كويس جدا، فأنا ممتن ليها جدا. فحاولت تعصبه، بس جيني كانت بنت فرصة، جسم ممشوق وشعر حريري، ده غير البشرة الفاتحة اللي الكل بيحلم بيها. معقولة ما وقعتش في حبها؟ يمكن لأني كنت مريض ومش فاضي أحب وأتمعشق حضرتك. فتعصبت: بس انت كنت موجود يوم وفاتها. حاول يتمالك أعصابه ويعمل من بينها: أنا مش فاهم قصدك إيه. فمسكته بقوة: لا أنت فاهم ونص، أنت كنت موجود يوم وفاتها. وخيوط الأحداث بدأت تتربط في دماغها. أيوة أيوة، أنت كنت موجود، أنا شفتك. يعني أنت السبب اللي حصل لكاي، أنت حبيب جيني أو المساعد بتاعها، المهم أنت السبب في كل اللي بيحصل لنا ورجع تنتقم مننا. طب ما أنت ذكية أهو، أمال بيقولوا عنك غبية ليه؟ فطردها من الأوضة: عقمتلك الجرح، أرجوك اخرجي من هنا. لكنها قامت تستفزه أكتر: أنت بجد ما تعرفش جيني ولا وقعت في حبها؟ غريبة، مع إنها النوع المفضل للرجالة. بقولك من شدة بياضها لما تقرصها جسمها بيحمر في ثواني. فافتكر الكدمات اللي كانت على جسم جيني، ده غير وشها البريء كأنها طفلة صغيرة. يا خسارة، عمرها ضاع على الفاضي، بس تستاهل اللي حصل لها. فاتعصب وغرز إبرة المخدر في رقبتها، كتمتها على الآخر. وبعد شوية صحيت لقت نفسها في المستشفى. فاستغربت: ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ وموشين كان جنبها: ولا حاجة، في حد حاول يخبطك بالعربية وانتي وقعتي في الجراج، وواحد من السكيورتي هو اللي طلعك هنا. فحاولت تفتكر الأحداث بس دماغها مشوشة على الآخر. بس أنا فاكرة إني جيتلك لوحدي. أيوة يا فندم، حصل، جيتي وبدأتي تحققي معايا بخصوص معلوماتي ومرضي بتاع زمان، بس ما كانش في حاجة مهمة. فأرجوكي لو عايزة حاجة ابقي تعالي اسأليني على طول، بلاش شغل التحقيقات وجو الورق والملفات ده. صحيح، مينا دي حبيبتي فمش من حقك تلمسيها. فقالت له: مستحيل، مينا دي كلبتي المطيعة، مش هسمح لك تاخدها مني. اسألها حتى وهي هتقولك إنها كلبتي المطيعة ومش بتسمع كلام حد غيري. وفي اللحظة دي موشين كان قاعد مع مينا أصلا وبيسمعها الريكورد بتاع الحربوقة، ما هو كان بيسجل لها الكلام ده. فاتوترت: استنى أنا هشرح لك. فسحب إيده منها: تشرحي لي إيه بقى؟ ما خلاص طلعت مجرد محفظة كاش تسحبي منها فلوس، مش راجل تحبيه. فخلينا ننفصل أحسن. فقامت وركعت قدامه: أين هي الكرامة؟ أنا لا أراها. أرجوك سامحني، اديني فرصة تانية أصلح غلطتي أرجوك. فابتسم وقرب منها: تمام، هديكي شهر وريني هتعملي ايه. فرحت الحربوقة بسرعة وطلبت منها السماح علشان ما تطردهاش من الشلة بتاعتهم، وكمان تديلها الصور بتاعتها وتنقل أخبارها لبطلنا. لكن جيزي رفضت اعتذارها وقالت لها: لأ، أنا مش هقدر أسامحك، لازم تشدي حيلك أكتر في الاعتذار. فمينا جت على كرامتها لأن هي أصلا معدومة منها من زمان، بدأت تضرب نفسها كفوف قوية كاعتذار علشان سابت جيزي وراحت مع موشين، وعلشان الحربوقة تديها الصور والسيديهات اللي صورتها يوم الجريمة. وجيزي مبسوطة بالمنظر المهين ده جدا وزودته توابل كمان.
رمت الشوربة على راس مينا وصورتها. كده انت راضية عني صح؟ اديني الصور بقى. فالحربوقة قفلت تليفونها وقالت لها مالكيش صور عندي، وادتها كف خماسي الأبعاد. فمينا اتعصبت وافتكرت كل الضرب اللي خدته من الحقيرة دي. لو عايزة صورك انفصلي عن موشين وارجعي زي الكلبة تحت رجليا واخدميني. فالكلام ده ضايق مينا جدا، فطلعت منديل من شنطتها وخدرت الحربوقة دي. وبعد شوية صحيت لقت نفسها في أوضة حمراء، الأوضة اللي جيزي عملتها بنفسها مربوطة بالكرسي، ومينا واقفة قدامها بكل ثقة. وموشين قاعد يتفرج عليهم مع شبح حبيبته، لأنه اخترق كل أجهزة التحكم وكاميرات غرفة الألعاب زي ما جيزي وشلتها سموها. فمينا اختارت واحدة من الألعاب دي علشان تبدأ تطلع غلها وحقدها على جيزي. انتي صورتينا واحنا بنخلص على جيني، البنت المسكينة اللي كل ذنبها انها احلى منك ولطيفة عنك، ما قدرتيش تتحملي وجودها لانها بتخطف منك الاضواء. فالنهاردة انا هعمل فيكي زي ما عملنا في جيني زمان، وكله من تخطيطك انتي. من حفر حفرة اللي اخيه وقع فيها يا جيزي يا حبيبتي. وبدأت تكهربها بالكرسي اللي هي قاعدة عليه، وجيني وحبيبها العاشق المهووس مبسوطين باللي بيحصل ده. فقال لها تحب تشوفي اكشن اكتر؟ وضغط على الزرار اللي حرر جيزي من الكرسي، وقامت زي طور الهيج ضربت مينا، وبدأوا يتخانقوا وينتفوا شعور بعض. والعشاق بتوعنا مفعلين وضعية الشماتة. موشين كان مبسوط لأنها مبسوطة، فقربها منه. شكلك جميل قوي وانت بتضحكي. دول مقضيينها حب وفراشات جوا عالم الخيال، والحرابيق بيتخانقوا على موشين بيحب مين فيهم. وجيزي بدأت تضحك وقالت حاجة لمينا بصوت واطي جدا، أبطالنا ما سمعوهاش وفضولهم اشتغل. وبعدها جيزي خلصت على مينا وبعدتها عن طريقها للأبد، وخلت الموضوع يبان كأن مينا هي اللي خلصت على نفسها. وفي اليوم التاني جوز الحرابيق عملوا مؤتمر صحفي عزاء على روح المرحومة صاحبته، وجيزي مقطعة نفسها من العياط علشان تبان قدام الكاميرات إنها زعلانة على صاحبتها. وموشين قاعد مع حبيبته بيتفرجوا على الأخبار وبياكلوا كيك حلاوة التخلص من أول حربوقة في الشلة. فجيني قالت له احنا سجلنا كل الاعترافات اللي حصلت في غرفة الألعاب، خلينا نقدم التسجيلات دي للبوليس ونحبسهم بقى وخلاص. فقال لها مش هينفع كده، هنخلي زينيو ياخد حذره واحتياطاته ويهرب من كل اللي حصل، فلازم نهدى ونعرف اللي حصل وما يبقاش في حاجة ناقصانا. فابتسمت وقالت له تمام، أنا هسمع كلامك. ولاحظت إنه ما بياكلش. هو أنت ما بتاكلش من الكيكة دي ليه؟ فافتكر إنه لما كان في المستشفى هي قالت له كل لما تسمع الكلام وتاخد الدواء بتاعك هديك كيكة كمكافأة. بس أنا ما بحبش الكيك ده، أنا عايز من الكيك اللي انتي بتعمليه. ونرجع للحاضر تاني لملامح موشين الحزينة. هو بيرد عليها لأني عايز أكل الكيك اللي انتي بتعمليه. فبصت له بحزن، للأسف آخر كيكة عملتها علشانك راحت في الأرض وانت ما دقتهاش. فحضنها وقال لها أنا آسف لأني جيت متأخر وملحقتش أنقذك، بس خليكم فاكرين إن جيني ميتة أصلا، دي مجرد شبح لأن بطلنا مهووس مرض بيها لدرجة الجنون. يعني هو بيتخيلها، بس الحوار ده كله بينه وبين نفسه، بيتكلم وبيرد على نفسه. حاجة تحزن بصراحة. وفي اليوم تاني موشين كان عند كاي في المستشفى اللي بقى كويس جدا وإصابته بدأت تخف. فقال له كل ده بفضلك يا دكتور، قولي أرد لك الجميل ده إزاي، ساعدني أخلص على شخص ما. قالها له كده مرة واحدة وبدون أي مقدمات، وكاي اتصدم. بس موشين سحب السيجارة من إيده. دي مستشفى يا أستاذ، ما ينفعش تدخن هنا. وقلب الكلام والحوار على أساس إنه بيقصد المرضى اللي في المستشفى، التدخين هو اللي هيموتهم. الجميل اللي انت هتعمله لي انك تخف بسرعة وتخرج من هنا. هكاي قال له في حاجة انا مش فاهمها، مينا مش مهتمة بحياتي، كل حاجة بتعملها بأوامر جيزي، فهل انت كمان شغال معاها ولا ايه؟ علشان كده ساعدتيني وانقذت حياتي. فقال له ايه اللي يخليني اشتغل معاها وانا مدير المستشفى دي كلها، والعميد بنفسه بيعزني وشغلني هنا بمزاجه. الموضوع ما فيه اني ما بحبش عيلة باي وطريقتهم في استغلال المرضى. فكاي ضحك جدا، ده معناته ان عدونا مشترك، لان الحقيرة جيزي اتفقت مع مينا علشان يخلصوا عليا، فلازم اخلص عليهم زي ما حاولوا يخلصوا عليا. بس عيلة باي قوية جدا، صعب تخلص عليها. قوية ايه ونفوذ ايه؟ مين دول؟ دول ما حلتهمش حاجة،
كل اللي بيعملوه ده مجرد تمثيل لأنهم عايشين تحت السقف عيلة وي. وهنا بقى موشين الأفكار الشيطانية بتاعته زادت ونورت، وكأن كلام كاي الحطب اللي زاد نار انتقامه. طالما انت عندك كل الأدلة والمستندات اللي تثبت انهم بيمثلوا، مستني ايه؟ ما تحبسهم وتخلص منهم، لأني عايز حد قوي يساعدني علشان أدخل عيلة وي واخلص من الحقيرة دي. ده مش اسم عيلة، ده اسم شبكة الإنترنت عندنا في مصر. فموشين قال له حلو، لو فعلا عندك أدلة قوية أنا هساعدك. فطلع من المستشفى وبدأ يحكي إن جيزي علشان تكسب قلب زينيو وتخليه ما يشوفش غيرها خلصت على بنت اسمها جيني، وإنه هو خبى تقرير التشريح لأنه عارف إنهم غدارين وممكن يخلصوا منه في أي وقت. فمعاه كل الأدلة إن زينيو اعتدى على جيني والحقيرات دول ضربوها وهنوها، دليل عن كل حاجة حصلت في يوم الجريمة. وهو خارج كلم زينيو، بقولك يا صاحبي، جيزي خدعتك وختمتك على قفاك، سحبتنا كلنا علشان نخلص على جيني وهي راحت من ورانا وعملت تشريح للجثة علشان تلعب بينا كلنا. أنا هجيلك وأوريك كل حاجة، استناني. وفي نفس اللحظة موشين كان بيسمع المكالمة في جهاز التنصت بتاعه. بعدها كاي قابل زينيو واداله التقارير وواقف قدام صاحبه بكل ثقة. فزينيو قام وضربه. انت بتضحك عليا؟ شايفني عبيط قدامك ولا ايه؟ فاستغرب وفتح الملف لقاه عبارة عن ورق فاضي أبيض من حياتهم وأصفى من نيتهم. فزينيو ما بيحبش الكذب وهو مسيلمة الكذاب بنفسه، أمر رجالته يمسكوا كاي ويعلموه الأدب. فوقفهم، يا صاحبي كل حاجة متخططة صدقني، ده أنا قبل ما أجيب لك التقارير دي في واحد طلع في وشي ومسكنا في بعض وتقارير وقعت من إيدي، فأكيد في حد بدلهم أو سرقهم. فزينيو قال له تمام أوي، تمام جدا، سيب الموضوع ده عليا وأنا هتصرف. وطردوه برا القصر بتاعه ونده على المساعد وقال له افضح عيلة باي، اكشف حقيقتهم لأنهم ناس عرة ناكرين الجميل. بينما في الناحية التانية موشين كان قاعد قدام التقارير الحقيقية، جسمه بيرتعش خايف ومتردد، عايز يشوف حبيبته ماتت ازاي وايه اللي حصل لها، وفي نفس الوقت مش قادر. فجيني وقفته، ما تقرأش حاجة، كفاية وجع، ده انت موجوع خلقة، ما تحطش ملح على الجرح يا موشين. فعيط وقال لها عدت 4 سنين، طول ال4 سنين دول دماغي ما بطلتش تفكير والسؤال واحد بس بيلف جوا دماغي، ايه اللي حصل لك في اليوم ده؟ ودلوقتي الحقيقة قدامي بالتفصيل، انا مش هقدر اهرب من الحقيقة لانك اغلى حاجة في حياتي، انتي النور اللي دخل قلبي ونور طريقي. حاول يوصل لها مشاعره العميقة وسط دموعه الحارة وبعد عنها وفتح التقرير، وقبل ما يقرأ أول حرف دموعه نزلت. هو مش مستعد بس لازم يعرف. بدأ يقرأ التقرير إنه كان موجود على جسم المتوفية 30 كدمة متوزعين في كل حتة لأن الحيوانات ضربوها جامد، و16 طعنة وحاجات غريبة محطوطة في حصلتها ومن ضمنهم خاتم زفاف. وعند الجملة دي انهار واتعصب، قعد يعيط ودموعه شلالات شلالات، مش قادر يتخيل الشعور اللي جيني حسيته وهي بتعيش كل ده. فالعم جينج قرب منه وحاول يهديه بكلمتين، أرجوك يا ريس اجمد وسيطر على مشاعرك، أكيد الآنسة جيني مش هتحب تشوفك كده، هتختفي من عقلك وقلبك للأبد، لازم تكون أقوى وتكمل انتقامك. فبدأ يستعيد وعيه، أيوة عندك حق، أنا لازم أسيطر على أعصابي ومشاعري، ورايا حاجات كتير لازم أخلصها. فقال له يا ريس، وصلت لنا أخبار إن زينيو ضرب كاي مرة تانية وفضح عيلة باي كمان، وأبو جيزي دلوقتي اتحجز في المستشفى وهو بيدور على جيزي نفسها. فنظرته اتغيرت وعينه بقت أعمق، كأنه قادر يشوف روحك الشفافة بالنظرة دي، يا ساتر. فقابل جيزي في المستشفى. زينيو ملوش عزيز ولا غالي، واضح إنه ناوي يخلص منكم كلكم. فتعصبت، انت اتجننتي ولا ايه؟ أنا ايه اللي يخليني أصدقك؟ مش يمكن بتحاول توقع بيني وبين جوزي علشان تنتقم لحبيبتك مينا؟ فابتسم، مينا ما كانتش حبيبتي أصلا، اللي بينا دي كانت علاقة مصالح، هي عايزة فلوس وأنا عايز المتعة، فكنا بننفع بعض. لكن الحربوقة ما صدقتش وكانت هتمشي لكنه وقفها، خدي معاكي جهاز الإنذار ده، لما تحسي نفسك بخطر اضغطي عليه وأنا هنقذك. كانت مترددة وخايفة كلامه يقلق لأنها أصلا رايحة تقابل زينيو فشبه حبيبته ظهر. ممكن أعرف أنت بتحميها ليه؟ فقرب منها، أنا مش بحميها، أنا عايزها تديني ثقتها وتحس إن ملهاش حد غيري، وساعتها هكسر الثقة دي على دماغها ودماغ اللي جابوها. اللي عملوه معاكي ما كانش سهل وأنا لازم أرده لهم ضعف الأضعاف. وكالعادة كان واقف بيحضن الفراغ،
بينما الحربوقة قابلت زينيو وعرفت إن هو اللي فضح أسرار عيلتها والسبب في تعب أبوها، فقال لها المفروض تكوني عارفة ومتوقعة اللي هيحصل طالما ناوية على غدر. فاستغربت وقالت له أنا مخبية تقارير تشريح وكل حاجة محدش هيقدر يوصل لها، ولو لمستني أنا هنشر كل التقارير دي وهفضحك في كل حتة. فإيديها كف خلى دماغها يلف، فاتعصبت وكانت هتطلع جهاز الإنذار علشان موشين يجي ينقذها، لكن رجالته مسكوها وهو طلعه من الشنطة بتاعتها أو كسره قدام عينيها. وقبل ما يخلصوا عليها البوليس جه. مدام جيزي حضرتك مطلوبة لتحقيق في قضايا عيلة باي، وخدوها معاهم، وبنعرف ان دول مش بوليس ولا حاجة، دول مجرد ممثلين بطلنا أجرهم عشان يقدر ينقذها من تحت ايد زينيو. فدخلوها المكتب بتاعه وهي بصت له بطريقة مستفزة. صدقتيني بقى ان زينيو ملوش عزيز ولا غالي وانه كان بيحاول يخلص عليكم كلكم؟ فضحكت. طلع عندك حق، انت كسبت واكيد مبسوط بمنظري دلوقتي وانا متهانة كده. فقرب منها. بالعكس انا جاي اساعدك واقولك انه لسه في فرصة قدامك علشان تنتقمي منه. فبصت له بكل حزن. ازاي وانا ما بقاش حيلتي حاجة؟ بس انا معاكي. وهي استغربته اكتر. انا ما بقاش حيلتي حاجة خلاص، يعني مش من مستواك علشان تبصلي. فابتسم بكل خباثة وهي زين الابتسامة. بصراحة أنا كنت بحسد زينيو لأنه معاه واحدة زيك، أنوثة وجمال ودلال وذكاء. فبصراحة هو غبي جدا لأنه محافظش عليكي. لو أنا مكانه همشي وراكي واسمع كلامك، لو قلتيلي أدخل النار هدخل علشانك. بطلنا ذكي ومش سهل برضه، عارف إنها مكسورة دلوقتي وأي كلمتين حلوين هيخلوها خاتم في صباعه، لأنها قاعدة تقارن معاملة زينيو وكلامه المسموم بكلام وشين الرقيق الحنين، وقد ايه هو مراعي ولطيف. يا اختي ده هو هيوريكي النجوم اللطافة دي في عز الظهر، بس اصبري عليه. فقرب منها وبدأ يتكلم في ودنها. انتي قوية، ما تخليش حد يأذيكي ويدوس على كرامتك، ارفعي راسك لفوق وافتخري بنفسك. فخضعت لكلماته وقررت تنتقم من زينيو وتأذيه. عملت مؤتمر صحفي وقالت ان اللي حصل لعيلتها ده مؤامرة من تخطيط زينيو، وانا هجيب لكم كل الادله اللي هتثبت كلامي، اسمعوا مني وصدقوني ارجوكم، اهلي ناس طيبين وكويسين، هم كانوا بيتبعوا الاوامر بتاعته وبس. وزينيو كان على اخره، وفجاه وصلت له مكالمه من رقم غريب غيرت ملامح وشه، وهنعرف سر المكالمه ده بعدين. بينما موشين بعت للحربوقه وخلاها تيجي المستشفى علشان يوريها كاي والحاله اللي هو فيها بسبب زينيو. ما كانش عارف يهرب على فين، وراح لموشين وخباه في المستشفى بتاعته وقال لها بس أنا جبتهولك هدية. فاستغربت من كلامه وما فهمتش قصده. كاي قابل زينيو من يومين واتفقوا مع بعض علشان يخلصوا عليكي وسلموا شوية تقارير وورق. بصراحة معرفش هما ايه بالظبط، بس هما دول السبب اللي خلوا زينيو عايز يخلص عليكي. ففهمت ان كاي هو اللي راح لزينيو وحكاله على تقارير التشريح وهو وقع بينهم كمان. فضربته كف قوي جدا فوقه من نومته. التقرير فين يا حيوان؟ مش هقولك طبعا، حتى لو هتموتيني، لأنك واحدة بياعة وبتاعت مصلحتك، حقيرة من يوم يومك، عايزة تخلصي عليا زي ما خلصتي على مينا وجيني. فاتصدمت، هو عارف منين إنها خلصت على مينا؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ فكاي بدأ يضحك بسخرية. والله ما في حد عبيط هنا غيرك، حقيقتك هتتكشف وهتدوقي من نفس الكاس اللي شربته لنا كلنا. فتعصبت وكانت هتخلص عليه، لكن موشين وقفها. اهدي، ما توسخيش ايديكي. وسألها انتي واثقة فيا؟ فهزت دماغها. ايوه موافقة. فأمرها تستناه في مكتبه، وهي سمعت كلامه وخرجت بسرعة. وكاي ابتسم، فكر ان موشين بنفس خططهم. ده انت ذكي قوي يا دكتور، استعملتني كطعم علشان تجيبها هنا ونكلم زينيو علشان يجي يشوفها ويخلص عليها، وبكده اكون فلتت منيهم. طبعا كاي بيتكلم معاه وهو مش شايف شكله ولا عارفه. فموشين قلع الماسك، بس مش هتقدر تهرب من اللي هعمله فيك. وفي اللحظة دي كاي افتكره الشخص اللي ضربه يوم الفرح وعلقه هو نفس الدكتور موشين، وقدر يفهم ان هو اللي وقع بينهم وفرقهم عن بعض. لعب عليهم لعبة شطرنج ذكية، ناقص بس ينهيها ويقول كاش ملك. فاترعب منه. انت عايز مني ايه؟ فموشين فتح الكاميرا بتاعته. عايزك تعترف بالحقيقة اللي حصل يوم 18 يوليو سنة 2022. قولي كل حاجة عملتوها لجيني. فضحك. ما عملتش حاجة. والجملة دي عصبت بطلنا جدا. اهو والله زي ما بقولك كده ما عملتش حاجة،
أنا راجل، والراجل أول ما يشوف واحدة بينهار. دي غريزة طبيعية فينا كلنا، حاجة كده شبه موسم تزاوج الكلاب، وبالذات لو لقينا كلبة متاحة إنها تتجوز أكتر من كلب. فالكلام خلى موشين يغلي وعينه بتطلع نار وشرار. الحيوان ده بيشبه جيني الملاك بكلب، فما بقاش شايف قدامه وغرز المقص في رجله. ازاي تتجرأ تتكلم عنها بالطريقة دي؟ لو ما اعترفتش بجريمتك انا هفضل اغرز المقص ده في جسمك، احولك غربال. اوكي، مفيش اي دم واحساس، كان بيضحك زي المجانين. انا كنت شاكك فيك من الاول، اصل مستحيل في انسان يقدم خدمات مجانية كده ويساعد الناس. كنت حاسس ان وراك حاجة، علشان كده بلغت زينيو وهيجي يخلص عليك. وفجأة زينيو دخل عليهم زي الإعصار ونزل ضربه في كاي اللي ما بقاش فاهم حاجة، هو مين بيودي على فين؟ عايز تعض الإيد اللي اتمدت لك يا كلب؟ وفاكرين المكالمة اللي وصلت للحربوق من شوية وما عرفناش مين اللي اتصل عليه؟ طلع بطلنا هو اللي كلمه وقال له إن جيزي وكاي طابخين كل حاجة مع بعض. حوار تقارير المسروقة دي لعبة عملوها علشان يطعنوه في ظهره، والغبي صدق كلامه وجاي يخلص على كاي من غير ما يسمعه. فزينيو بص لبطلنا: انت اللي كلمتني مش كده؟ انت مين بقى؟ انا الدكتور موشين، مدير المستشفى الجديد، وكلمتك لاني بكره عائلة باي وعايز اخلص منها، وعرفت انك بتدور على الجربوع ده فجبته لك هدية لحد عندك. وزينيو رجع يكمل على صاحب عمره: قول لي التقارير فين قبل ما اخلص عليك. اوكي بص للدكتورنا الخبيث اللي حرك شفايفه بصمت. النهاية. خد الملف وقال للحربو: انا لقيت التقارير دي مع كاي وقلت لنفسي اكيد انت عايزهم، فاتفضل. وسابهم ومشي. بس قبل ما يمشي ساب مقص قريب منهم. وبنعرف كمان إن موشين زور التقارير بتاعة التشريح علشان زينيو لما يقرأ التقرير ده هيفكر إن صحابه خاينين فعلا واتفقوا علشان يخلصوا عليه. وبالفعل زينيو ما قدرش يستحمل اللي بيحصل ده وخلص على كاي زي ما بطلنا خطط. اللي دخل مكتبه عند الحربوقة اللي كانت قاعدة بتتفرج على الأحداث دي كلها لايف من خلال كاميرات المكتب، فقرب منها: عجبتك هديتي؟ هو زينيو قتله ليه؟ مش فاهمة حاجة. لأنه لقى تقارير التشريح المستخبية. بصراحة أنا معرفش الورق ده فيه إيه بالظبط، بس أنا اللي جبتهم له. طيب وأنت جبتهم له ليه؟ لأني عايزة أبعده عنك وأحميكي منه. كان لازم نخلي غضبه ينزل على حد تاني. هو أنت بتساعدني ليه؟ لأنك شبهها جدا. ففهمت إن قصده على جيني علشان هو وقع في حبها وساعدها لأنها شبه دكتورته اللي ماتت. هو ذكي وخلاها تفكر إنه بيحبها، وهي غبية وصدقت كل كلامه وحركاته. فقال لها: استخبي، لو في مكان زينيو ما يعرفش عنه روحي واستخبي فيه وما تخرجيش دلوقتي خالص. وبالليل زينيو كان عامل حفلة مفيش فيها أي حاجة حلال غير المياه المعدنية، وعازم موشين على الحفلة. وهو خلاص اعتبره صديقه الصدوق، أخويا السندال، كابوس الإندال. قرب منه وقال له: يا عم ما تروق كده، قاعد زي الواحدة اللي تكب طبخها كده ليه؟ ما تستمتع معانا وتشاور على البنت اللي تعجبك وأنا هخليها تبسطك. فموشين ابتسم ببرود: ماليش في الجو الرخيص ده. معاك حق، كل اللي هنا بنات رخيصة وسهلة. تصدق بالله يا صاحبي، لفيت الدنيا وخرجت مع بنات كتير ومفيش ولا أي بنت عجبتني إلا هي واحدة بس، كانت شبه الشوكولاتة البيضة المحشية كراميل. بس يا خسارة ما رضيتش تيجي معايا برضاها، فاضطريت أدوقها بالغصب. الرجالة دول تشبيهاتهم محتاجين الحرق بجاز، حلال فيهم اللي موشين هيعملوا معاهم. وطبعا بطلنا فهم قصده لأن الكيكة اللي جيني عملتها له كانت فانيليا وشوكولاتة بيضة وكراميل، فحب يتأكد: ممكن أعرف مين البنت دي؟ بس زين طنش وغير الموضوع. وفجأة واحد من رجالته قرب منهم: لقينا جيزي يا ريس قاعدة في البيت الجبلي. فضحك وقال لهم: سيبوها، كلها أيام وهترجعلي زي الكلبة. وبالفعل بعد كام يوم الحربوقة كانت داخلة بيت كاي بكل هدوء، لكن فجأة واحد من رجالة زينيو خدرها بمادة تشيل الجسم لوقت معين، وقال لها: انت جاية تدوري على دليل جديد ضدي ولا ايه؟ بس ما تقلقيش، انا نظفت البيت كله وكويس جدا، حتى بصماتي مش هتلاقيها. الحاجة الوحيدة اللي فضلت من غير تنظيف هي انتي. وفتح الغاز وحط منديل في الميكروويف علشان يولع فيها ويخلص منها. فحاولت تتحرك علشان تهرب، لكن لحسن الحظ أغمى عليها. بس فجأة موشين قرب منها بكل هدوء وأنقذها. ما كنت يا عم تسيبها تتفحم ونخلص منها، يخرب بيتك. وبالليل فاقت من غيبوبتها لقت نفسها في بيت وطنها، وقنوات الأخبار بتنقل اللي حصل عن الحريق اللي حصل في قصر زينيو، وإنه للأسف خسر المدام جيزي في الحريق ده.
ولما لفت وشها شافت أحلى منظر في الحياة، وهو واقف حاسس بإيد جيني على عضلاته، غيرانة إن الحربوقة بتبص عليه. جسمك مثير وحقها تبص عليك بصراحة، مش هقدر ألومها. بس الحربوقة قطعت حواره مع خياله. أسفة لأني أزعجتك. فبصلها بقرف. هو أنت متعودة تنامي في سراير الرجالة وتلبسي قمصانهم؟ أيوة بس أنت أفضل منهم كلهم. بس تقولي أنت عرفت مكاني إزاي؟ كنت في حفلة زيني امبارح وسمعته وهو بيأمر رجالته يراقبوكي، فخفت عليكي بصراحة وبعت حد وراكي علشان أحميكي. فمسك إيديها بكل لطافة. أنسة جيزي، انت ازاي لسه بتحبي زينيو وهو كان شوية وهيموتك؟ انت تستحقي حد أحسن منه. فبصت جوه عينيه وسرحت في جماله. وجيني قالت له لقد وقعت في الفخ، لأن عينه أقوى فخ في الحياة، ده غير إنه واقف قدامها بعضلاته اللي تنافس جمال التماثيل الأغريقية. فأنا وجيني مش قادرين نلومها بصراحة. فجيزي حضنته. أنا مت بالنسبة له خلاص، وهو مات بالنسبة لي. ما عادش في أي حاجة تجمعنا. أنت الوحيد اللي لسه عارف إني لسه عايشة وبتنفس. هو مش مهتم بكلامها ولا أحضنها. عينه على جيني، البنت الوحيدة اللي قلبه متعلق بيها وعقله مهووس بيها كمان، واللي كانت واقفة قدامه وتبتسم له بكل حب وثقة. فموشين سألها، عايزة تنتقمي من زينيو؟ أيوة جدا، عايزة أمحيه من على وش الأرض. بس أنا مش هعرف أخرج وأنتقم منه، لأني بالنسبة لهم بقيت واحدة ميتة. فلمسها بطريقة لطيفة ومثيرة بنفس الوقت. أنا هساعدك، هغيرلك وشك لوش عمره ما هينساه ويسرق النوم من عينه. فابتسمت ووافقت على اقتراحه. وبعد شهرين كاملين موشين عمل الحربوقة عملية تجميل وبدأ يشيل الشاش من على وشها. مستعدة تشوفي وشك بعد شهرين من الانتظار؟ أيوة مستعدة جدا. طبعا كلكم متحمسين تشوفوه، بس مش دلوقتي. وبعدها بشوية بنشوف زينيو بيستلم إدارة الشركات بتاعت عيلته كلها، لأن هو الوريث الوحيد لكل أملاك عيلة وي. نزل وقال كلمته قد إيه هو متحمس لإدارة المشاريع ومساعدة الناس والتبرع للجمعيات الخيرية. حاسب يا فنان جناحك الأبيض يطرف عينينا من شدة رفرفته الإنسانية. وأبوه كان قاعد فخور بيه وبدأ يفتح ملف المشاريع اللي هو مخطط لها. وفجأة صورة جيني كانت وسط الورق، فاتوتر ورونه اتخطف. والكل بقوا عايزين يشوفوا الصورة اللي جوه الملف. واللي جننه أكتر إن جيني كانت قاعدة وسط الموجودين بتبص عليه بنظرة شيطانية خبيثة. فقامت وقربت من جده علشان توشوشه، وهو اترعب وخد المايك وحدفه فيها علشان يبعدها عنه، لكنه رشق في دماغ جده. فابتسمت له وضاعت منه في الزحمة، والناس اللي كانوا بيدعموه يسقفوا له وانتقدوه. وعناوين أخبارهم كلها عبارة عن وريث عيلة وي ضرب جده بالميكروفون بعد ما استلم الإدارة. يا ترى المرة الجاية هيرميه في دار المسنين ولا إيه؟ ونرجع فلاش باك قبل 5 ساعات للحظة اللي موشين كشف فيها عن وش جيزي الجديد، واللي كان نسخة طبق الأصل من وش جيني. فتخيلي يا عزيزتي إنك تعيشي بوش أكتر إنسانة بتكرهيها في الحياة. تخيلتي؟ حسيتي؟ هو ده بالظبط شعور جيزي لما شافت وشها الجديد. فبطلنا قال لها زينيو قال لي إن الوش الوحيد اللي مش قادر ينساه في حياته هو وش جيني، لأنه حبها جدا وكان معجب بيها. بس للأسف ماتت بسرعة وما قدرش يعترف لها. فاتضايقت جدا. وقال لك إيه كمان؟ ولا حاجة. بس أعتقد إن موت الدكتورة جيني مرتبط بحياة زينيو، هو متعلق بيها وخايف منها برضو. فارتاحت شوية إنه مش عارف إنها سبب في موت جيني. تصدقي إن كاي عنده حق لما قال عنك عبيطة؟ انت عبيطة بجد. فمسكها بقوة، خليتك تشبهيها. بذمتك ده مش هيبقى أقوى انتقام بالنسبة له؟ فابتسمت له. أيوة جدا، أنا واثقة في كل كلامك وهعمل كل اللي تقولي عليه بالحرف. وفي اليوم التاني زينيو كان بيسمع كلام رجالته إنهم رجعوا الكاميرات ودوروا في كل الحضور الموجودين، ومفيش أي أثر عن البنت اللي هو يقصدها. قصدكم إنه أنا اتجننت يعني وبقيت بخرف؟ استغفر الله يا ريس، مش قصدنا. لكن ما اديلهمش فرصة أصلا إنهم يعتذروا. نزل فيهم ضرب لحد ما ارتاح. وفي نفس الوقت موشين كان مع جيزي. انت مستعدة تظهري قدامه مرة تانية وترعبيه؟ أيوة طبعا، مش هخليه يهرب مني، هجننه على الآخر. وانت هتحميني مش كده؟ أيوة أيوة هحميكي. وجيني كانت جنب حبيبها الولهان مستمتعة بالمنظر اللي مليان جنان. وقبل ما الحربوقة تخرج من الحمام مسك ايديها. وجيني استغربت فقرب من الحربوقة وخفف لها الروج بتاعها علشان تبقى نفس درجة الروج بتاعت جيني.
ده أنت فاكر شكلها كويس بقى. أيوة طبعا، دي كانت دكتورتي الخاصة لمدة 2 سنين، فملامحها طبعت في عقلي خلاص. بعدها خرجت من الحمام، وقبل ما تنفذ الخطة زينيو قفشها وشافها قدامه فابتسم. ياه، ده انتي لسه عايشة بجد. فسحبها الأوضة وحصرها. طب يا ستي لو لسه عايشة كنتي بعيدي عني وادعي لنفسك ما تظهريش قدامي، بس انتي بكل بجاحة رجعتي لحياتي وخربتي يومي المميز. حاولي تعمل فيها عبيطة ومش فاهمة حاجة. انت مين؟ انا معرفكش. بتعملي مش فاكراني، بس انا فاكرك وفاكر كل شبر في الجسم الجامد ده، فهساعدك تفتكريني. واخدها بالغصب يعني، وهي جيزي متهانة وهي جيني متهانة برضو. مفيش مهرب، وفضلنا واقفين برا سامعين صراخها وبكائها. فجيني قالت له اكيد الحربوقة دلوقتي بتعيش نفس الاحساس اللي انا عشته. فابتسم وحوطها بين ايديه، وسابوا الحربوقة تدوق من نفس الكاس اللي شربته لجيني. ولما خلصوا كانت قرفانة ومتعصبة منه. لما كنت جايزي عشت معاك سنين، اتقربت منك، عملت المستحيل علشان تلمسني وتقرب مني، ودلوقتي علشان حتى وش جيني قدرت تقرب مني وتلمسني بسهولة. يعني فعلا قلبك ما وقعش لحد غير البت دي. فكانت هتمشي لكنه مسكها. مستحيل اسيبك تمشي بعد ما لقيتك خلاص، ما تعرفيش انا كنت بعاني قد ايه بسببك. فأمر رجالته ياخدوها ويحبسوها في البيت لحد ما يخلص مصالحه ويرجع لهم. وفي اليوم التاني الحربوقة كلمت موشين. أرجوك الحقني، المنحرف ده هيموتني، أنا خايفة منه قوي. بس انت دلوقتي عندك وش أكتر إنسان هو بيحبها، فما تقلقيش، زينيو مش هيموتك. استفادي من الوضع اللي انت فيه، اغويه كويس جدا علشان يقع في الفخ بتاعك وتحققي انتقامك. رجع لها وعيها وشحن طاقة انتقامها، فقامت تكمل كل خططها. فدخلت غيرت هدومها وحاولت تقرب من زينيو لكنه ضربها. اوعي تفكري اني وقعت في حبك وهتقدري تسيطري عليا بالحركات دي. لا يا روحي فوقي، انتي هنا لإشباع رغباتي لما انا عاوزك، مش لما انتي تعوزيني وتقربي مني. كل حاجة بمزاجي. هو وقف يتأملها شوية. بس تصدقي شكلك حلو أوي النهاردة. وهي اترعبت من نظرة حمدي الوزير دي، فكتفها وكالعادة خدها بالغصب. وبالليل عزم موشين في الملعب بتاعه وقال له بما انه مفيش اي بنت عجبتك في الحفلة اللي فاتت، جبتلك بنت جديدة، انما ايه فورتيكا، هتعجبك اوي صدقني، لانه عندها وش فتان ساحر مستحيل اي راجل يقدر يرفضه. فتح الستارة وظهرت جيزي من وراها وهي متكتفة، وموشين بيبصلها بكل هدوء وهي عيونها بتتكلم بتطلب منه ينقذها. فقال له أستاذ زينيو، أنا عارف إنك عايز تبسطني، بس أنا ما بحبش الحاجات الرخيصة المستعملة، شكرا على الهدية، ما تلزمنيش. فالحربوق اتعصب جدا. غبية، ما عرفتيش تغريه وتوقعيه؟ هتغريه ازاي يا اسطى وانت عاملها شبه الخنفسة كده؟ وبعد ساعات رجعوا البيت، كانت نايمة جنبه. استنته يروح في النوم ونزلت تفتش في ورقه ومستنداته، تدور على نقطة ضعفه وثغرات علشان تمحيه من على وش الأرض. لكن الحربوق صحي وملقاهاش جنبه، فنزل يدور عليها وشافها فاتحة الخزنة بتاعته. فاستغرب جدا لأنه الخزنة دي مش بتتفتح غير ببصمته هو. لكن فجأة افتكر إن جيزي تقدر تفتحها كمان، لأنهم عملوا الخزنة ببصمتهم هما الاتنين كحركة رومانسية يعني. فالذكي قفش خطتها وعرف إن دي خطيبته جيزي وعاملة تجميل لوشها. فاتعصب وأمر رجالته يحبسوها في القابو، وعرفوا لي هي عملت العملية دي ازاي ومين عملها لها. وفتح تليفونها شاف الشات بتاعها هي وموشين، وهي تتفق معاه تجيب له كل الورق والمستندات بتاعته علشان يخلصوا عليه. وفي اليوم التاني بطلنا كان لسه مطبق منامش، وجيني قاعدة جنبه بتحتويه. يا روحي انت ما نمتش خالص علشان مستني الحربوقة تبعتلك بقى المستندات، انت بتتعب نفسك علشاني. فبس ايديها، بس انا مش تعبان يا روحي، كل حاجة تستاهل طالما انتي هتعيشي بسلام. فقالت له الورق اللي هي بعتته ده بيدل ان زينيو بيحاول يبتز اعضاء مجلس الادارة ويهددهم علشان يرجعوا يسلموه الشركة ويقنعوا جده ويخلوه المدير، يبقى لازم امنعه. فنده على عم جانج وطلب منه يروح لقنوات الاخبار وينزل المعلومات اللي وصلت له عن زينيو وعيلته. بينما الحربوق كان قاعد مع جيزي وحاول يخليها تعترف ان هي وموشين خططوا لكل حاجة، لكنها انكرت. موشين ملوش دعوة، انا طلبت منه يساعدني علشان اغير شكلي وهو عمل اللي قلت له عليه مش اكتر. فحدف الملف في وشها. يا غبية، ده ضحك عليكي وعلينا كلنا. موشين ده قريب جيني او المساعد بتاعها، لانه من بعد ما هي ماتت
بقى هو الوصي على جدتها وبيساعدها في كل حاجة وبيصرف على علاجها. وجيزي مش مصدقة. لا لا لا، مستحيل مستحيل، موشين بيحبني أنا. هو ساعد جدتها علشان يرد لها الجميل لأن جيني ساعدته في العلاج بتاعه لما كان في المستشفى، هو قال لي كده. فضربها. فوقي من أحلامك الوردية يا أختي، لو بيحبك مش هيسيبك تتهاني بالشكل ده ويسكت. فاتصدمت وقالت في سرها يعني انت ما كنتش بتحبيني ولا كنت حتى بتخاف عليا؟ امال كان ايه اللي انا حسيته وشفته بقلبي قبل عليا؟ فزينيو قعد قدامها ومدلها ايده. هو خدعنا ولعب بمشاعرك، ايدي في ايدك وخلينا ننتقم منه. فحطت ايديها في ايده لانها غبية وما بتحرمش. الناس تغلط الغلطة تتعلم منها، دي تغلط الغلطة وترجع تعيدها مرة تانية، شايلة ملاحق في الغلط عمرها ما هتنجح ولا تتعلم. وبطلنا كان في المستشفى بيتابع حالة السيد وي جد الحربوق اللي اتحدث في المستشفى. ولما خرج من الأوضة الحربوقة دخلت وراه علشان الحربوق قال لها تدي حقنة لجده وتجيب أجله علشان هو يستلم منصبه، وموشين يشيل الليلة دي كلها ويتحبس لأن هو المسؤول عن حالة جده الصحية. وللأسف موشين ما قدرش يلحق الراجل المسكين اللي ودع الملاعب خلاص، وخطة انتقامه فشلت. زينيو هيعيش ويكمل حياته ويستلم منصب جده. والحربوقة عملت مظاهرات في المستشفى ضد بطلنا واتهمته ان هو السبب في موت السيد وي. فللأسف الشديد موشين رجع مستشفى المجانين لأنه لسه ما تخطاش موت حبيبته وحاول يخلي جيزي زيها. فالحرابيق راحوا له المستشفى علشان يشمتوا فيه وهو رجع لنقطة الصفر تاني. محدش مصدقه. فبصلها بكل حزن، انتي ليه مش مصدقاني؟ وبصلنا بعيونه الحزينة، حتى انتوا مش مصدقيني؟ لا يا روحي والله مصدقينك. فزينيو سأل الدكتور هو بيكلم مين؟ الدكتور موشين عنده مرض ثنائي القطب وملوش علاج، بيشوف هلاوس وخيالات ومن ضمنهم خيال حبيبته الميتة، بيقعد يتكلم معاها وكأنها حقيقية. والحربوقة سمعته وهو بيقول جيني أنا بحبك جدا. فاتعصبت وبصت للحربوق. بقولك ايه، تيجي نلعب ألعاب زمان بس المرة دي خلينا نزود جرعة الألم حبتين. انتي ناوية على ايه يا راس الأفعى؟ فخطفوا بطلنا وحطوه في الأوضة التانية وادوله حقنة مخدرة خلت دماغه يلف، حتى خيال حبيبته بدأ يتوجع من الحقنة اللي هو خدها. فالحربوقة سألته انت حولتيني لجيني علشان أعيش في حبس أبدي جوه جلدها وملامحها واتعذب، مش كده؟ ما كنتش عايز تساعدني وأنا زي الغبية صدقتك ووثقت فيك. فبدأ يعيط مش من تعذيبهم بل لأنهم خلوا الخيال الوحيد اللي مصبره على الحياة دي يختفي قدام عينه وكأنه بيشهد على موت جيني مرة تانية. آسف، أنا آسف لأني مش قادر أحميكي، أنا آسف يا ملاكي. وبعد ما اختفت تماما موشين ودع الحياة من شدة التعب، والرجالة قربوا منه علشان يشوفوه بيتنفس ولا لأ. فقطع النفس يا ريس، خلاص ارموه في الزبالة. وجيزي كانت مقهورة لأنها حبته بجد بس هو كان بيتلاعب بيها، فيستاهل كل اللي جراله. وقبل ما يمشوا موشين صحي وخلص على كل الرجالة الموجودين في الأوضة وشكر روح حبيبته لأنها ساعدته علشان يفوق مرة تانية. صدقيني المرة دي يا ملاكي مش هسيبهم عايشين. فهربوا بسرعة بس موشين نشن على رجل الحربوق ما قدرش يهرب منه، ماشي وراهم ببطء مستمتع بمنظرهم وهم مرعوبين منه وخايفين زي الفراخ. جيزي استخبت في المخزن وقفلت على نفسها وسابت زينيو في قبضة الأسد اللي حصر زينيو وفضل يصوت كلمي البوليس بسرعة قبل ما يخلص عليا وعليكي. أنا مش عايزة أخلص عليها، كداب اوعي تصدقيه، هو شايفك جيني دلوقتي. بس أنا عارف إنها مش جيني من أول ثانية، دي جيزي. ما تقلقيش أنا مش هقتلك لأن مشكلتي مش معاكي، أنا بس بكرهك أنت لأنها بتحبك رغم كل اللي أنت عملته فيها. بس أنت حقير، مش هتفهم معنى المشاعر دي لأنه عمرك ما حبيت حد غير نفسك. أنا حبيت جيني أيوة بس حبيت جيزي أكتر لأنها ما غلطتش، كانت بتحاول تحمي نفسها منك. ليه يا شيخ؟ أنت المرض أثر على خلايا الإدراك والاستيعاب بتاعتك ولا إيه؟ وفجأة رجالة الحربوق دخلوا وضربوا موشين وجيزي حاولت تحميه منهم والحربوق هرب بسرعة. بعدها الممرضة كانت بتضمد جروح موشين ولما خلصت جيزي حضنته. أنا آسفة لأني رفضت أصدقك ومشيت وراه، وأنا آسف لأني مش قادر أحضنك علشان إيدي وجعاني، ولأني حاولت أخليكي نسخة من جيني لأني كنت فاكرة نفسي لسه بحبها، ولأني مش عارف أختار بينكم لأنكم شبه بعض. بس هي دي الحقيقة أنا مش قادرة أخبيها أكتر من كده. الهبلة حضنته وهو ابتسم بخباثة. انت بتكذب مرة تانية. وسط صوت جيني ظهر وخيالها رجع يظهر قدامه.
أنا فخورة بيك وذكائك. فابتسم لها: طالما رجعتي اوعي تسيبيني تاني. فالحربقة فكرت الكلام ده ليها هي، بس هو يقصد ملاكه البريئة اللي قربت منه وحاولت تحتوي مشاعره. والهبلة سألته: يعني انت ما عدتش بتشوف جيني دلوقتي؟ لأ، ما ظهرتش في بالي ولو لثانية واحدة. أيوة كلنا شاهدين حصل. وجيزي عيطت من فرط الحب، وقبل ما تمشي قالت له: ما تقلقش، أنا هعمل المستحيل علشان أنظف اسمك وسمعتك وأخرجك من هنا. تمام، أنا مستنيكي. وبنعرف إن السايكو بتاعنا اتفق مع الدكتور على التمثيلية دي من أول لحظة دخولهم للأوضة بتاعته لحد آخر لحظة، علشان يقدر ينتقم من الاتنين ويرجع يفرق بينهم. وفي اليوم التاني جيزي عملت مؤتمر صحفي وقالت للناس: الدكتور موشين بريء من كل التهم المنسوبة إليه، لأن اللي قتل السيد وي حفيده الواطي زينيو. وسمعتهم التسجيل اللي هي سجلته للمكالمة بتاعتهم وهو بيطلب منها تسمم جده وتخلص عليه. والبوليس راح للبيت علشان يقبضوا عليه، لكنه هرب منهم. أنا عارفة هو ممكن يكون مستخبي فين. فرحت له مكانه السري وضربته على دماغه لأنها حلفت إنها تنتقم منه وتجيب أجله. ولما فاق لقى نفسه مربوط بالكرسي وجيزي قاعدة قدامه: انت بتحب تضيع البنات وتاخدهم بالغصب، فأنا هخليك تحس بمشاعر كل بنت انت عملت فيها حاجة بشعة ومن ضمنهم أنا. فقطعت حتة من ملابسه الداخلية وكتمته بيها، بداية العقاب القاسي. وقبل ما تكمل موشين دخل ووقفها: صدقيني ما يستاهلش توسخي ايديكي علشانه، أنا كلمت البوليس هيجي ياخده. روحي انتي واستنيني في العربية وأنا دقيقة وحصلك. ولما خرجت موشين قرب منه: افتكرتني ولا لسه؟ فالحربوق افتكر وهم خارجين من المشتل لمح موشين وهو داخل وراهم وشاف كل اللي هم هببوه فضحك: ايوه افتكرتك، انت الراجل اللي بيحب كيكة الشوكولاتة والكراميل. بس انت عارف انت السبب في اللي حصل لها. قصدك ايه؟ ونرجع فلاش باك تاني قبل 4 سنين. جيني كانت رايحة تعين الكيكة اللي هي عملتها في المطعم اللي جنب مشتل الأزهار علشان موشين اتأخر عليها، وهي مش عايزة الكيكة تبوظ منها. بس الويتر قال لها للأسف مش هينفع. في اللحظة دي الحرابيق كانوا في المطعم وزينيو شافها وقامت وسط لها لأنه صاحب المكان. فقال لها: تعالي حطيها عندي في المكتب، عندي تلاجة صغيرة هتحافظ لك على الكيكة بتاعتك. فاتبسطت وشكرته جدا، وهو ماشي ادى إشارة لباقي الشلة علشان يلحقوا. ولما دخلوها حصل اللي حصل. ونرجع للحاضر تاني. زينيو كان بيبصله بسخرية وشماتة: كل ده حصل بسببك، لو ما كنتش اتأخرت عليها ما كانتش هتقابلني في طريقها واخدها بالغصب. انا وكاي ومينا وجيزي، انت اللي قتلتها يا موشين انت. والواد يا عيني دخل في نوبة هلع من شدة الصدمة فهجم عليه: انت كذاب، انت واحد كذاب، انت اللي خلصت عليها، انت اللي خدتها مني، انت السبب انت السبب. والبوليس وصلوا في وقتهم وبعدهم عن بعض لان موشين اكيد كان هيرتكب جريمة. فرجع للبيت وكان بيحلم بكل لحظاته معاها وصدى صوت الحربوق في الخلفية: انت اللي موتها، لو ما كنتش اتأخرت عليها ما كانتش هتموت، انت السبب في كل حاجة. فأما فزوع وجيني حضنته: اهدى يا روحي، انت اكيد ما كنتش عارف باللي هيحصل ده، اللي حصل مش انت السبب فيه، فاوعى تصدقه، بس انا السبب بجد، انا ما عرفتش احميكي. وفجأة ملامحه قلبت واتحول لشخص تاني مليان كراهية وغضب: صدقيني هنتقم منهم، هوريهم العذاب أشكال وألوان. وحاول يوصل مشاعره المختلطة لملاكه لأنها الوحيدة اللي حاسة بيه وجزء منه. وفي اليوم تاني قابل الحربوقة وقال لها: جبتلك الفستان ده، البسيه وخلينا نخرج في موعد مع بعض. فاتبسطت جدا ودخلت تغير هدومها بسرعة، ولما لفت شافته بيطلع خاتم من جيبه فابتسمت بكل حب: شكله ناوي يتقدم لي. وبعد ما جهزت نزلوا سوا، وقبل ما ياخدها للمكان اللي هو عايزه قال لها: ممكن اغمض لك عينيكي؟ ايوه يا روحي طبعا اتفضل. فغمض لها عينيها وخدها لنفس المكان قبل 4 سنين، منطقة التخييم اللي حبيبته اتعذبت وودعت الحياة فيها. ففتح لها عينيها وهي بدأت تقلق وتتوتر أول ما شافت المكان، وبدون لف ودوران سألها: قبل 4 سنين عملتوا ايه في جيني؟ فابتسمت بتوتر: ايه يا روحي، انت مش ناوي تعرض عليا جواز؟ ايه لازمتها الأسئلة السخيفة دي؟ رد عليا بصراحة، عملتوا فيها ايه؟ فحكت له: زينيو وكاي أخدوها بالغصب وأنا كنت غيرانة منها لأن زينيو مش راضي يقرب مني وقرب منها هي، فطلبت من مينا تخدشها كام خدش كده بالسكين. ما كنتش أعرف إنهم هيبقوا عميقين قوي كده.
ولأني كنت غيرانة أمرتهم يلعبوا معاها بطريقة أقوى وأعمق لحد ما ودعت الحياة. بس صدقني أنا بقولك الحقيقة دلوقتي، خلاص جيني ماتت وما عادتش موجودة والكل اتحاسب، يعني تقدر تتجوزني بدون قلق. فابتسم بسخرية وعينه احمرت من شدة الغضب. اتجوزك؟ هو انت مفكراني جايبك هنا علشان اتجوزك؟ فقرب من الترابيزة وشال الغطا، كشف عن صورة حبيبته. يعني انت كنت بتحبها بجد؟ ما كنتش قريبها ولا المساعد بتاعها؟ ايوه بحبها، وما حبيتش غيرها، ومش هتجوز غيرها. هي الوحيدة اللي مراتي وحبيبتي وصاحبتي كل حياتي، انما انتي مجرد هدف في قائمة الانتقام بتاعتي. لا 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 مستحيل، انت قلتلي انك بتحبني واني الوحيدة اللي بفهمك. انا احبك انتي؟ ده انتي دمرتي حياتي وسعادتي، ما تتصوريش مشاعري كانت عاملة ازاي وانا بقرأ تقرير التشريح بتاع اكتر انسانة بحبها في حياتي. فادركت ان هو دخل بينهم وتلاعب بيهم زي الدمى وسرق التقرير اللي كان سبب في كسر الثقة بينها وبين صحابها. يعني انت قربت مننا علشان تنتقم لها؟ فضحك بطريقة مرعبة وعينه بقت نار وشرار. ايوه، من اول يوم في الفرح انا اللي زقيتك علشان تخلصي على مينا، وانا اللي خططت لموت كاي وحولتك لجيني علشان تعيش اللي هي عاشته، ولعبت بعقلك لحد ما حبست زينيو، خليتكم تخلصوا على بعض من غير ما المس شعرايه واحدة منكم. ودلوقتي جه دورك فانهارت رجليها ما بقتش شايلاها. لا 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 مستحيل، انت بتحبني انا عارفة، صدقني ولا كأني سمعت حاجة. هعيش معاك واستمر بحياتي واشيلك فوق راسي ولا كأن اي حاجة حصلت، لان الحقيقة دي مفيش حد غيرنا يعرفها، احنا الاتنين بس. فارجوك خلينا ننسى كل حاجة ونستمر في الحياة. فضحك. مين قالك انه احنا الاتنين بس اللي عارفين؟ ده العالم كله قاعد بيبص علينا دلوقتي. ما تطلع فيا هيك، عيونك حلوين اسم الله. وطلع السايكو بتاعنا مراكب كاميرات في كل حتة، ونقل اعترافاتها لايف لكل الناس، وركع قدام صورة حبيبته وهو بيبتسم بحب. الحقيقة اتكشفت خلاص، ما عادش في حاجة هتضايقك. هتقبلي تتجوزيني يا ملاكي؟ وطلع الخاتم على أساس يلبسهولها، شكله جميل قوي في ايديكي. موشين اتجنن رسميا خلاص، آخر خلية سليمة في عقله هربت منه خلاص. في الحربوقة اتعصبت. ليه زينيو بيحبها وليه انت كمان بتحبها؟ ايه المميز فيها؟ ليه دايما بتفضلوها عليا؟ فاتعصب وبعدها عنه، ما تقربش منها، اياكي تتنفسي جنب ملاك الجميلة. فاتغاظت اكتر وسحبت العصاية اللي في شعرها وغرزتها في قلبه، ولما استوعبت عملتها المنيلة ب60 نيلة اتجننت. لا 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 استنى، انا مش قصدي اضربك بالقوة دي، سامحني انا اسفة، هطلب لك الاسعاف. وهو كان بيبص لملاكه. كل اللي اذوكي لازم يموتوا وانا واحد منهم، لأن السبب في جزء من اللي حصل لك. لو ما كنتش اتأخرت عليكي ما كانش كل ده حصل، ولو كنت اتحركت بسرعة كنت هقدر أنقذك. فأنا أستحق الموت زيهم بالظبط. فالحربوقة بدأت تضحك بشكل هستيري على الجنان اللي قاعدة تشوفه ده. يعني انت شايفها طول الوقت؟ فابتسم بكل حب. أيوة طبعا، طول ما قلبي لسه بيحبها عيني هتفضل دايما شايفاها. فاتقهرت. يبقى لازم تموت. ورفعت ايديها علشان تخلص عليه بعيدان الشعر الحديدية الحامية بتاعتها، لكن البوليس وصلوا في وقتهم ووقفوها عند حدها وسحبوها على الاسم وقبضوا على موشين كمان ورجعوه للمستشفى. بس قصته لسه ما خلصتش، حبه لجيني لسه ما انتهاش ولا اختفى. أرواحهم اتلاقت في مكان تاني أوسع وأهدى، بعيد عن دوشة العالم وحقد البشر، وسط البيت اللي كانوا بيحلموا يعيشوا فيه والجنينة اللي زرعوها ورود وزهور من كل الأنواع والأشكال. من اللحظة دي حياته خدت منحنى تاني واتجسدت في الشاب المسكين اللي بيدور على النور. يمكن الناس التانيين بيشوفوه مجنون لأنه كل يوم بيكرر نفس الأسئلة وهو قاعد مع نفسه. جيني يا حبيبتي، ايه نوع الزهرة دي؟ ايه اللون ده؟ هنزرع الورود دي فين؟ كلام بيتكرر من غير معنى، لكن بالنسبة له كان حوار هادي بينه وبين الهوا. بداخل عقله هو عايش في بيت صغير حواليه ورد، وحبيبته جنبه عمرها ما فرقته ولا خرجت من قلبه. عايشين في زمن الشمس فيه عمرها ما بتغيب، زمن واقف مكانه، لا بيخلص ولا بيتغير. وموشين هيفضل عايش في سعادته الوهمية دي للأبد. ولحد هنا بينتهي مسلسلنا. دمتم بخير. كانت معكم نور. فلو عجبكم الملخص متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير. باي.